يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى واجمل متابعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده الجاتوه شاتو. جاتوه شاتو ده شكله بيكون شيك وجميل وطعمه كمان لذيذ، ينفع تعمليه في عيد ميلاد او اي مناسبه. هنعمله مع بعض في الخلاط بصوص شوكولاته سهل جدا ببيضتين بس، وهتطلع معاكم تحفه، والكريمه هتديله طعم وشكل لذيذ جدا. مش هتاخد معاكم نص ساعه. الكيكه دايبه عشان ساقينها لبن، والصوص كمان حكايه، واللمعه مفيش احلى من كده. هقولك كمان على اساسيات مهمه جدا لنجاح اي كيك معاكي. يلا بينا نبدأ في وصفة النهاردة، ونسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونقول بسم الله. مقادير وصفتنا النهاردة بسيطة جدا وموجودة عندك في البيت. اول حاجة كده عندنا كوباية لبن، كوباية سكر، كوباية زيت، كوباية كاكاو خام، طبعا الدقيق كوباية ونص دقيق، وكيس بيكنج باودر او كيك شيف. طبعا لازم يكون البيض وكل المكونات السائلة بتاعتنا بدرجة حرارة المطبخ، ما ينفعش تكون باردة خالص، دي من نجاح الكيك معانا، لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ. وكمان تاني حاجة عشان الكيك يطلع معاكي مظبوط ويكون ناجح معاكي، اهم حاجة تنخلي الدقيق كويس جدا مع البيكنج باودر، يعني المكونات الجافة بتتنخل كويس جدا. ولازم نتأكد من صلاحية جميع المقادير بتاعتنا لضمان نجاح الكيك معاكي. زي البيكنج باودر بنستعمل، وكمان بنستعمل نفس الكوباية المعيارية، لازم المقادير تكون بنفس الكوباية عشان تطلع القوام معاكي مظبوط والكيك تكون ناجحة معاكي. دلوقتي نخلنا الدقيق كويس، ضفنا عليه نص كوباية الكاكاو، وهنخلي النص التاني عشان نعمل بيه الصوص، وقلبناهم مع بعض كويس كده. دلوقتي هنجيب بقى الخلاط بتاعنا وهنضيف فيه كوباية السكر وكوباية اللبن مع بعض كده، طبعا كل ده بدرجة حرارة المطبخ. وهنضيف كمان البيضتين، وطبعا هنضيف الفانيليا عشان تضيع ريحة الزفارة، ونضيف معلقة خل. الخل ده فايدته بيخليها هشة ومرتفعة. ممكن نستبدل كمان اللبن بالسفن او المرندة، بتخليها مرتفعة وبتكون كويسة جدا. هنضربهم كويس قوي. اهم حاجة لازم نضرب البيض ونخفق البيض مع اللبن والسكر كويس جدا، دي برضو من خطوة من خطوات نجاح الكيك. هنخفقهم كويس جدا كده، ما نستعجلش، ونخليهم لحد ما القوام او لونهم يبقى ابيض ويبقى فاتح. دلوقتي هنضيف برضو نص كوباية الزيت. بعد ما ضفنا نص كوباية الزيت هنخلط جميع المكونات اللي احنا ضفناها في الخلاط دي كويس جدا، دي خطوة مهمة برضو. طبعا لازم نكون مولعين الفرن قبل ما نبدأ خالص في الكيكة، في تجهيز الكيكة، عشان لازم تدخل على فرن مولع من قبل على درجة حرارة 180. خلصنا كده خفق البيض مع اللبن مع السكر كويس قوي. هنضيفهم بقى دلوقتي في بولة كده، ونضيف عليهم الدقيق شوية شوية، يعني ما نضيفش الدقيق مرة واحدة، نضيف شوية شوية ونقلب كده في اتجاه واحد. نتأكد كويس كده بعد ما نخلط ان مفيش اي كتل دقيق او اي حاجة، عشان القوام يكون كويس معاكي ويكون مظبوط. هنجهز قالب كده، صينية مقاس مناسب وندهنها بالزيت. لازم يكون الحجم مناسب، يعني المفروض الخليط يملى تلتين. شايفين ده بيكون قوام الكيك، نفس القوام ده كده. كده جهزنا الصينية هنفضي فيها الكيك بتاعنا، الخليط بتاعنا بالشكل ده. نخبط الصينية كده بالشكل ده على الرخامة عشان نخرج اي فقاعات منها. طبعا دخلناها الفرن على 180 في الرف الاوسط، هتاخد معاكي من 25 دقيقة ل 30 دقيقة. دلوقتي هنعمل صوص الشوكولاتة بقى. دلوقتي هنعمل اول حاجة، هنجيب نص كوباية اللبن مع نص كوباية الكاكاو، ونقلبهم كويس جدا مع نص كوباية السكر. تمام. ونقلبهم كويس جدا لحد ما السكر يدوب.
نتأكد كويس جدا ان السكر داب، وبعدين هنضيف نص كوباية الزيت. نستمر في التقليب لحد ما نتأكد ان كله امتزج مع بعضه، وبعدين نضيف نص كوباية الزيت. هنقلبها برضو كويس جدا لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعضها. بعد كده هنرفعها على نار متوسطة طبعا مع التقليب المستمر لحد ما بداية الغليان نرفعه من على. لو عايزين نعزز الطعم احلى ويكون احلى واحلى هنضيف قطعة شوكولاتة والخليط سخن نقلبها لحد تمام الذوبان، ونضيف كمان معلقة سمنة بلدي، قطعة زبدة، ونقلب حتى تمام الذوبان، وبكده يكون عملنا احلى صوص شوكولاته. عايزه اقولك عشان اي كيكه تكون ناجحه معاكي لازم ما تفتحيش الفرن عليها خالص الا بعد ما تستوي عشان ما يهبطش منك. والفرن طبعا يكون ناره مش عاليه قوي ولا واطيه قوي، يكون حرارته 180. طبعا لو الفرن حرارته واطيه هيكون برضو سبب في ان الكيك يفشل معاكي ويهبط معاكي. لو الفرن درجة حرارته عالية قوي الكيكة هيتنفخ مرة واحدة وهيهبط بسرعة، وكمان مش هيستوي معاكي كويس، وممكن كمان يتحرق منه. دلوقتي خلصنا صوص الشوكولاتة، هنسيبه بقى يبرد على جنب. الكيكة بتاعتنا طلعت من الفرن ما شاء الله زي الفل. بنختبرها كده بعود خلة، بنحطه في النص، لو طلع نضيف يبقى كده خلاص الكيكة معانا استوت وبقت زي الفل. هنسيبها تهدى دلوقتي من حرارة الفرن على ما نجهز الكريمة. هنجيب كيس كريمة دريم او كيسين، هو الافضل ان هو كيسين، انا عملت كيس واحد الصراحة. لو عايزين طبقة الكريمة عالية شوية جيبي كيسين، او ممكن كمان تجيبي كريمة سايبة، تجيبي ربع كيلو كريمة وبعدين تعمليها وتضيفيها عليه هتكون تمام. دلوقتي انا جبت كيس كريمة دريم وهنجهزه مع بعض. جهزت 125 جرام مية متلجة وضفتهم على الكيس وبضربهم بالمضرب لحد ما القوام يتقل معانا. عايزه اقولك لو الكيك مش ارتفعت معاكي عند تسويتها بيكون سببها ان المواد الرافعه اللي هي البيكنج باودر بتكون غير فعاله او منتهيه الصلاحيه، فلازم نختبرها وناخد بالنا كويس قبل ما نستخدمها. دلوقتي خلاص الكريمه بدأت تزداد او تتضاعف حجمها بالشكل ده، بيكون قوامها كده. دلوقتي خلاص الكريمة خلصت وبقت تمام. طبعا سيبنا الكيكة لحد ما بردت. هنسقيها دلوقتي كوباية لبن، او ممكن تضيفي على اللبن معلقة كاكاو ومعلقة سكر بودر وندوبهم كويس ونسقي بهم الكيك، تخليها طرية وطعمها تحفة. دلوقتي خلاص هنضيف عليها بقى الكريمة. ممكن زي ما قلتلك تزودي طبقة الكريمة شوية، ممكن تعملي كيسين كريمة او تجيبي ربع كيلو كريمة سايبة وتجهزيها وتضيفيها عليه عشان تكون طبقة الكريمة عالية شوية. ده طبعا صوص الشوكولاتة سيبناه يبرد في التلاجة قوامه بقى بالشكل ده كده. هنضيفه طبعا على الكريمة وعلى الكيكة، كل ده طبعا بارد. هنضيفه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنوزعها كويس على الصينية كلها وهنبدأ في التقطيع. عشان تقطعي الجاتوه بطريقة مستوية ويكون مظبوط معاكي هنحضر معانا كوباية مية سخنة واحنا بنقطعه. هنحط فيها السكينة بالشكل كده اللي انتوا شايفينه ده، عشان التقطيع يطلع معاكي مظبوط وسليم. تقدري تقطعيه بالحجم والشكل اللي انت عاوزاه، مربعات او مستطيل زي شكل الجاتوه زي ما تحب. طبعا والتزيين كمان على حسب ذوقك، تقدري تبدعي فيه براحتك وعلى حسب المتاح عندك في البيت. انا كان عندي شوكولاتة فرماسيه ضفتها كده على الوش، وكمان ضفت كاكاو على الوش كده وطلع بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وبألف هنا. طعمه بيكون لذيذ وشكله شيك، ينفع تعمليه في عيد الميلاد او اي مناسبة وتقطعيه الحجم اللي انت بتحبيه. شايفين شكله وطعمه كمان لذيذ جدا، هيعجب اي حد. بألف هنا.
انا متأكدة ان انت بعد ما تخلصي الفيديو هتقومي تعمليه وبكتبي رأيك في التعليقات. بتمنى من قلبي ان يكون الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم، ويا رب كمان تكوني استفدت منه. في نهاية الفيديو بشكركم جدا، وبقول لكم لو اول مرة تشوفوني اعملوا لي اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بكل فيديو جديد بنزله. ويا ريت تدخلوا على قناتي هتلاقي فيها وصفات كتيرة قوي هتعجبكم. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.